الصحة والقوة نقدر نطلع المرتفعات هذه مشي على الأقدام، لكن بقية سكان يطلعوا بالدباب كما قلت لكم. جماعة راكش هنا بحث الماء في الطقس الرطب، تقريبا قاعد ياكل. هاي السلام عليكم. في عقل نواصل الطريق يا جماعة. أرز موجودة معناتها هذه قريبة لجاكرتا، يعني مش لازم تمشي لجزيرة بالي. عالسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، معكم التونسي كالعادة من اندونيسيا في فيديو جديد. أنا اليوم موجود في منطقة سومدانغ في قلب مدينة سومدانغ وسط الأدغال كما تشوفوا في الطبيعة. كما العادة نحب نجاوب على أسئلة المتابعين في فيديو. ثم شكون يسأل فيا على المناطق الريفية الهادئة غير منطقة بونشاك وإلا منطقة بوغور، لأنه تعرف المناطق هذه صار فيها تكدس كبير والعرب الكل موجودين في المناطق هذه. الشيء اللي يخلي الأسعار تزيد في كل شيء أسعار المعيشة وإلا أسعار السكن وإلا الإيجار وإلا المحلات التجارية للناس اللي تحب تعمل بزنس. كما تشوفوا أنا اليوم موجود في منطقة سومدانغ وباش نوريكم بعض المناطق الريفية الهادئة اللي تشبه منطقة بوغور وإلا بونشاك اللي موجودة في منطقة سومدانغ ومنطقة باندونغ. فوالا كما تشوفوا هذه هي المناطق اللي أنا موجود فيها، منطقة سومدانغ. وتوا باش نطلع بكم للمرتفعات هذه اللي هي مناطق هادئة، مناطق طبيعية. كما تشوفوا الطقس مزيان برشا، ديما طقس معتدل وفيه شوي برودة لأنه في المرتفعات كما تعرفوا. والمنطقة هذه هي المنطقة الفاصلة بين منتصف الطريق بين مدينة باندونغ وسومدانغ. وكما تشوفوا النهر هذا هو الفاصل بين منطقة باندونغ اللي هي هذه على الجهة اليسار. الطريق هذا يجيب من منطقة باندونغ، وهذا النهر كما تشوفوا المناظر الطبيعية. النهر هذا ديما جاري كما هكا كما تشوفوا ما شاء الله كما تشوفوا. وهذه منطقة سومدانغ المناطق الريفية. باش نطلع نوريكم بعض الأراضي الصالحة للإيجار وإلا للشراء وبعض المنازل في المناطق الريفية، نوريكم الهدوء متاع الطبيعة كما تشوفوا. فوالا هذا هو الطريق اللي يؤدي إلى المساكن الموجودة في المرتفعات في المنطقة هذه. وهذا النهر كما وريتكم من لوطة، وهذه ثنية متاع مدينة باندونغ. بالنسبة للصعود للمنطقة هذه يستوجب الدباب يا جماعة دراجة نارية تكون من الصنف الممتاز، معناتها اللي يقدر يطلع الأماكن هذه. بالنسبة لي أنا الدباب متاعي هاوينو كما تشوفوا خليته أسفل النهر. في العادة نطلع بالدباب في الثنية هذه كما تشوفوا كما يطلعوا الجيران متاعي، معناتها هو الناس اللي تسكن الفوق. ولكن باعتباري اني قاعد نصور ماسك الكاميرا فما نقدرش نطلع سياق بيد واحدة، فذاك علاش باش نتمشى الى اعلى ثنية كما تشوفوا باش نتمشى الطريق هذا كله. نوريكم المناطق المزيانة والطقس المزيان الموجود في منطقة سومدانغ، مناطق ريفية هادئة كما تشوفوا وسط الغابة. وما زال الطريق القدام يا جماعة. ولا كما تشوفوا ثنية مزيانة كلها خضار، الأمطار موجودة هنا متواصلة. وهذه ثنية كما قلت لكم لازم تعبر المناطق هذه بالدباب باش توصل من غير تعب. ولكن كما قلت لكم انا نصور لازمني نتمشى حتى لين نوريكم المناطق الهادئة المناطق المزيانة. يا كما تشوفوا يا جماعة الدباب لازم يكون بالطريقة هذه. هنا وصلت لمفترق الطرقات كما تشوفوا في المرتفعات.
هذا كانتور ديسا يعني مقر البلدية بهذا الاتجاه، وهذه الحي السكني بهذا الاتجاه. نواصلوا كما العادة، نواصلوا الطريق نتاعنا. الأراضي هنا يا جماعة رخيصة برشا، سواء للإيجار وإلا للشراء. إذا كان حبيت تشري أرض هنا تبني منزل في المرتفعات في المناطق اللي فيها طقس مزيان، وإلا تحب تأجر منزل، الأسعار رخيصة برشا، أرخص من بوغور وأرخص من جاكرتا وأرخص من باندونغ كما تشوفوا. كما تشوفوا هذه هي المناطق معناتها ريفية 100%، فيها شبه غابات. ثم بعض الحيوانات كما الخنازير والغزلان، وثم السناجب، وثم زاد الأفاعي الكبيرة يا جماعة. هذه الآن المناطق فيها أفاعي كبيرة. من بعض الأحيان أهالي الحي يشدوا ثعبان وإلا حية كبيرة باعتبارها مناطق غابية كما قلت لكم، ولكن فيها ناس تسكن الفوق في الأحياء تسكن ويستعملوا الدراجات الدبابات نتاعهم. ثم مدارس وبلدية وأحياء كما شفتوا. الطريق طويلة برشا، معناتها ما زلت نتمشى حتى لنوصل للحي السكني الموجود في المنطقة هذه. بالنسبة للناس اللي تحب تشري وإلا تستأجر، معناتها الناس اللي عندها استقرار في الريف، يحب يبقى بصفة دائمة في الريف، اللي هم الناس المتقاعدين بصفة عامة، الناس المتقاعدين، الناس اللي عندها مرتبات تجيها من البنوك من خارج اندونيسيا، تجيها تحويلات الرواتب نتاعها شهريا الى من بنوك البلد نتاعهم الى البنوك الاندونيسية، يسحب الراتب نتاعو ويرجع للأماكن هذه. موجودة معناتها المرافق الكل، المياه والكهرباء والانترنت، وتعيش بهدوء مرتاح. كما شفتوا الناس تتنقل بالدباب، أنا الوحيد اللي نمشي على رجلي حتى لنوصل للمرتفع. كما قلت لكم الناس اللي تحب تعيش في المناطق هذه في طريقة هادئة في وسط الطبيعة والأرياف والطقس المزيان بعيد على صخب المدينة. ولكن كما قلت لكم لازم يكون عندك راتب بالنسبة للمتقاعدين، وعلى الناس اللي عندها بزنس لازم يكون عندك بزنس وسط المدينة باش تمشي حالك، باش تقدر تكسب أموال وتسترزق وتعيش حياتك هنا في المناطق هذه، تكون صاحب منزل ولا متأجر، وترجع لهنا للهدوء في الطبيعة. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الخضار والماء يا جماعة، الأنهار موجودة في كل مكان، شلالات. الطريق كما قلت لكم مخصص للدباب فقط، السيارات ما تقدرش تطلع هنا. ما شاء الله شوف الطقس بارد يا جماعة هنا، معناتها فيه رطوبة وأهدأ من طقس المدينة، معناتها ديما يكون أفضل من طقس المدينة. نوريكم الدبابات اللي تقدر تطلع للمناطق هذه يا جماعة. كما تشوفوا لازم تكون النوع هذه اللي فيه السلسلة وفيه المحولات، هذه محول السرعة. هذا هو الدباب كما تشوفوا صاروخ، هذا هو الدباب اللي يقدر يطلع للأماكن هذه. أي دباب نوع آخر تكون مهمة الصعود للأماكن هذه صعيبة شوية، إلا في حالة تغيير الإطارات، تكون الإطارات سبور. شوف يعني الشمس ما توصلش لهنا، كما تشوفوا الشمس ما تقدرش توصل لأنها كلها غابات. كما تشوفوا الأشجار كبيرة. شوف هذا شلال وسط المرتفعات. الطريق ما زال قدام. يعني بعض المتابعين يسألوا فيا على بعض التساؤلات، والله أنا ما عنديش وقت معناتها باش نعمل فيديوهات كافية، لأني
كما تعرفوا عندي البزنس هو مشغول ديما. شوفوا المنظر قدامي، شوف معناتها نفس المناظر الموجودة في جزيرة بالي هي بيدها. يعني الناس ما يجوا من اوروبا ويجوا من افريقيا ويجوا من الدول العربية باش يشاهدوا مرتفعات الارز هذه اللي هي تاغالالانغ رايز فيلد الموجودة في جزيرة بالي. والناس موجودة هنا في منطقة سومودانغ كما تشوفوا ما شاء الله نفس المنظر تقريبا. النهر موجود، مرتفعات الأرز موجودة، معناتها هذه قريبة لجاكرتا. يعني مش لازم تمشي لجزيرة بالي حتى تشوفوا المناظر هذه هي بيدها كما تشوفوا. وما زال الطريق القدام يا جماعة، يعني ما زالت الصحة والقوة نقدر نطلع المرتفعات هذه مشي على الأقدام، لكن بقيت سكان يطلعوا بالدباب كما قلت لكم. شوف هذا وسط مدينة سومودانغ يا جماعة، ما هيش في جزيرة بالي. شوفوا العقرب يا جماعة، شوفوا العقرب الأسود ها موجود على ضفة النهر كما قلت لكم. موجودة الحيوانات الخطرة هنا كما هاك العقارب والأفاعي، موجودة زاد القردة الفوق والسناجب والغزلان وثم الخنازير، ثم الحياة العملاقة. فإذا حبيت تطلع وحدك معناتها ما أنا طالعة وحدي لازم نكون حذر معناتها وعينك محلولة ديما في ثنية، لأنه ما تعرفش الحيوانات هذه وقتاش تسبب لك في خطر. عقروب شوفوا يا جماعة راكش هنا بحث الماء في الطقس الرطب تقريبا قاعد ياكل. هاي السلام عليكم في عقل. نواصل الطريق يا جماعة، حيات موجودة. يعني هذه معاملينها معناتها أهالي المنطقة يا جماعة يعبوا منها الماء. كما تشوف وهذا الطريق الرئيسي يا جماعة كما تشوفوا. هذا الطريق الرئيسي اللي يؤدي إلى مدينة باندونغ. شوفوا قديش بعيد على المكان اللي أنا موجود فيه. ونواصل الطريق كما العادة ديما الفوق ديما القدام. شوفوا الفطر، هذا فطر بري